جولتنا النهاردة في مسجد السيدة نفيسة، وهو موجود في حي السيدة نفيسة أو درب السباع. المسجد اتبنى لإحياء ذكرى السيدة نفيسة، وهي عالمة إسلامية معروفة من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، واتسمت بالاسم ده لأن والدها كان بيرمز لها بمثابة الدرة النفيسة، لأنها كانت بنت وحيدة بعد 10 ذكور، وجاءت لمصر مع زوجها وأبيها وابنها وبنتها، وكان ساعتها عمر السيدة نفيسة 48 سنة. ويقال إن الناس لما عرفوا إن هي جاءت إلى مصر خرجوا لاستقبالها في مدينة العريش، واستقبلوها أعظم استقبال، وبعد كده اصطحبوها إلى القاهرة. وبالنسبة لقرابتها للرسول صلى الله عليه وسلم، هي حفيدته ولكن من بعيد. ويقال إن السيدة نفيسة حجت 30 مرة وختمت القرآن 190 مرة. مسجد السيدة نفيسة اتسمى على اسمها لأن موجود جواه مقام السيدة نفيسة. السيدة نفيسة كانت بتسكن في دار بشارع شجرة الدر بالقرب من المسجد، ولكن البيت عندها ضاق جدا من كثرة الزوار اللي كانوا بيزوروها، والناس شغلتها عن العبادة، ففكرت إنها ترحل عن مصر إلى بلاد الحجاز. ولكن حاكم مصر وقتها سألها إيه سبب رحيلها وانزعاجها، فحكت له الأمر، فأمر بإنه يخصص لها يومين بس في الأسبوع عشان الناس يجوا عندها ويعرضوا عليها أسئلتهم ويطلبوا منها الدعاء فتدعو لهم، لأن هم كان معروف إن هي كانت دعوتها مستجابة بأمر الله. وخصص لها دار أخرى اللي هي المسجد ده، كانت الدار التانية اللي هي سكنت فيها، وكان أصبح دارها حتى وفاتها المانية. وبعد وفاتها جاء عبيد الله بن السري اللي حكم مصر بعد أبيه، أعطاها دارا وبنى فوق القبر عشان يكون بمثابة المزار. اشتهرت السيدة نفيسة بلقب نفيسة العلم علشان كانت بتتعلم العلم في المدينة المنورة، وكانت بتجلس في مجالس الفقه، وكانت تلميذة للإمام مالك. السيدة نفيسة تزوجت من إسحاق المؤتمن ابن الإمام جعفر الصادق ابن الإمام الباقر ابن الإمام علي زين العابدين ابن الإمام الحسين. ولما تزوجت العلماء قالوا اجتمع في بيتها نوران، نور الإمام الحسين ونور والدها الإمام الحسن. والمسجد اتأسس بالشكل اللي عليه ده سنة 1897 ميلاديا. السيدة نفيسة كانت مشهورة بكثرة صيامها وقيامها الليل مثل جدها صلى الله عليه وسلم، حتى لما ماتت وهي صايمة، كان يوم 15 رمضان، لدرجة إن الطبيب جالها وأشار عليها بالإفطار فرفضت، وقالت له أمضيت أكثر من 20 عاما أتمنى من الله أن أموت وأنا صائمة، فكيف تعرض عليها الإفطار في رمضان؟ ولما توفت جه زوجها عشان كان عايز يحملها إلى البقيع عشان تدفن هناك حيث دفن بني هاشم. ويقال أن أهل مصر جمعوا لزوجها الكثير من الأموال علشان كانوا بيترجوه إن هو يدفنها في القبر اللي هي حفرته بنفسها، ولكنه رفض. بس في صباح اليوم التاني أقبلوا عليه ووجدوه إن هو تراجع عن قراره ووافق. ولما سألوه عن سبب تراجع القرار بتاعه، فأخبرهم إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا في المنام وأمروا بذلك. وكان من دعاء السيدة نفيسة إنها كانت بتقرأ سورة الفاتحة مرة واحدة، وسورة الإخلاص 11 مرة، وكلمة سبحان الله 11 مرة. ومن الأدعية المشهورة للسيدة نفيسة: إلهي متعتني وفرحتني برضاك عني، فلا تسبب لي حجابا يبعدني عنك. والدعاء المشهور لها: كم حاربتني شدة بجيشها، فضاق صدري من لقاها وانزعج، حتى إذا أيست من زوالها جاءتني الألطاف تسعى بالفرج. رحم الله كريمة الدارين،
ونفيسة العلم ودرة أهل البيت وسيدة أهل التصريف، السيدة نفيسة العلم رضي الله عنها وأرضاها.